أسس بالعربي. مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في كورس المدرب الشخصي المعتمد من ICSA الاصدار ال11 2026 شرح وترجمه باللغه العربيه مع أسس بالعربي لخدمات المدرب الشخصي. النهارده الفصل الثالث بعنوان موفمنت سيستم، يعني أنظمة الحركة في جسم الإنسان. هنشوف مع بعض إزاي تكامل الجهاز العصبي والعضلي والعظمي بيساعدوا على الحركة في الأول والآخر. عشان كده من المواضيع اللي هناخدها مع بعض النهارده رقم 1 Describe the structure and function of the nervous system. وهنا هنشرح تركيب ووظيفة الجهاز العصبي، يعني ازاي المخ اللي جوه الجمجمه ديت والحبل الشوكي الاعصاب اللي طالعه بيتحكموا في حركه الجسم وانتاج القوه والتناسق والتوازن، الكلام ده كله، وكذلك سرعه الاستجابه اثناء التمرين. رقم 2 هناخد describe the structure and function of the muscular system. وهنشرح هنا تركيب وظيفة الجهاز العضلي، يعني العضلات بتتكون من ايه من جوه وبتشتغل ازاي عشان تنقبض وتؤمر مثلا الحركة ان هي تعمل كده. ايه اللي جوه بيخليها تعمل كده، وايه تأثير التمارين من حيث الاوزان على انتاج القوة والتحكم في الحركة. رقم 3 بقى describe the structure and function of skeletal system. هنشرح هنا تركيب ووظيفة الهيكل العظمي اللي قدامنا على الشاشة ده. يعني ايه العظم، دوره ايه في جسمنا، ازاي بيقدر يحمي الجسم، وازاي برضه في نفس الوقت بيقدر يشتغل كرافعات. يعني ان يبتدي بص رفعه ايه العظم ده بدونه كان الوضع كان هيبقى عامل ازاي، وده عشان نعرف نحمل في التمرين صح وما نغلطش. اما رابع حاجة هناخد name and different types of connective tissue and their unique function. هنتعرف هنا على عدد كبير من انواع الانسجة الضامة بمختلف انواعها، وكمان هنعرف وظيفة كل نوع فيهم زي الاوتار، الاربطة، الغضاريف، وازاي بيتم الاستشفاء، وكمان الفاشية ودورها في عملية تعديل القوام او الانحرافات القوامية. وطبعا كل واحد فيهم اصابته بتفرق عن التاني. الخلاصة اللي بيفهم جسم الانسان صح هو اللي بيعرف يدرب صح ويمنع اي اصابة تطلع ويطلع نتيجة تدوم لفترة اطول. فيبقى ورقة وقلم ويلا بينا نبدأ الحلقة. تخيل معايا كده جسم الانسان ده زي مبنى كبير جدا، بيبدأ بيه المبنى ده عشان يدينا الشكل ده في الاخر. مش اي مبنى بيبدأ بطوبة صغيرة، لما الطوب يبتدي يتحط جنب بعضه بيعمل ايه؟ بيعمل حيطة من هنا على حيطة من هنا يعمل ايه؟ أوضة من هنا على أوضة من هنا تعمل ايه؟ شقة أو دور من هنا على دور من هنا يعمل في الآخر ايه؟ المبنى الجميل اللي قدامنا على الشاشة ده. فهنا بقى نفس الفكرة بالظبط بالنسبة لجسم الإنسان، حاجات صغيرة قوي كده بتكون حاجات أكبر بتدينا في الآخر الهيومن بادي أو شكل جسمنا اللي احنا بنبقى عليه ده في الشارع. وده بقى اللي بتقوله الرسمة اللي قدامنا على الشاشة. تعالوا بقى نفهمها بشكل علمي أكتر عشان نوضح الصورة. الصورة بتوضح مستويات مختلفة لجسم الإنسان من الأصغر للأكبر. عندك أول حاجة خالص اسمها الأتومز، وأتومز هنا يعني الذرات. إيه هي الذرات دي؟ الذرة هي أصغر وحدة بنائية لأي مادة، شايف دي كده تعتبر اسمها إيه؟ مادة. وحدتها إيه؟ الذرة. يعني أي حاجة حوالينا، مية، حديد، هواء، بلاستيك، عظم، أي مكان مكون من ذرات. كل ذرة بقى عبارة عن نواة وإلكترونات. النواة دي فيها بروتونات والبروتونات موجبة، أما الإلكترونات بتبقى سالبة وبتدور حوالين النواة في مستويات الطاقة. لكن ذرة مع ذرة بقى يتكون حاجة اسمها المولكيولز أو الجزيئات. الجزيء هو اتحاد ذرتين أو أكتر مع بعض بروابط كيميائية كده عشان يكون وحدة مستقلة، زي جزيء المية. عندك الهيدروجين H2 مع الأكسجين فيدينا H2O، وده كده يديني مية اللي هي مكونة من ارتباط ذرتين.
أسس بالعربي. This is the most professional master trainer in the Middle East, Coach Ahmed Megahayat, founder of Oslo's Bel Arabi, a movement built to spread real fitness knowledge, helping other trainers learn the right way. Through Zainab to nutrition